السلام عليكم. يلا بينا بقى نعمل حبة بسكوت للعيد، سهلين جدا بدون ماكينة بدون قمع وبدون بيض، كمان اقتصادي جدا. هنحط نص كوباية سكر، نص كوباية زبدة على زيت أو زبدة بس أو زيت بس، المتوفر عندك، ما توقفيش حالك، اعملي لولادك أحلى حاجة. عندنا هنا نص كوباية عصير برتقال، لو ما فيش عصير برتقال ممكن نحط معلقة بودر كلنا عارفين اسمه على نص كوباية مية وبشر استفندي أو بشرة برتقال. هنا عندنا بقى المواد الجافة، كوبايتين دقيق، هنحط عليهم نص معلقة بيكنج باودر، وهنحط عليهم رشة ملح ومعلقتين نشا. دي كل مكوناتنا سهلة وسريعة جدا ما شاء الله، هتعجبك جدا. هننزل بقى عليهم هنا بالسكر والزبدة والبرتقال اللي احنا ضربناهم في الخلاط، وهنقلبهم كده. احنا مش هنعجن البسكوت، احنا هنلمه بس. يعني انتوا عارفين البسكوتات مش بتتعجن، اتلم كده. اهم حاجة يسيب البولة كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين هنسيبه يرتاح لمدة نص ساعة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله العجينة طرية ولينة جميلة ازاي. هنغطيه بقى ونسيبه كده لمدة نص ساعة. بعد ما جبناه نص ساعة كده هنعمله اسطواني كده صغيرة كده، وهنجيب مشط عريض شوية وهنلفها عليه كده. هنعمل بقى شكل هلالي ما شاء الله تبارك الله، حلو قوي قوي وسريع جدا، ومش هياخد منك 10 دقايق، وهتفرحي ولادك وهتعملي حاجة جميلة لضيوفك ما شاء الله، هتعجبك جدا. بصوا ما شاء الله ما اخدش ثواني ازاي، ما شاء الله اهو جميل جدا جدا جدا، وهيعجبك جدا. ده هنحطه على الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق فقط. احنا مش عايزينه يلون، احنا عايزينه يستوي بس. وبعدين هنطلعه بقى نطلعه بقى هنا، عفوا نزينه بقى هنا بالشوكليت، يعني التزيين ده بتاعك ما شاء الله. بس شوفي ناعم ازاي وجميل ازاي، هيعجبك كده وهيعجب ضيوفك. طالما وصلتي معايا لغايه هنا، يلا بقى لايك وشير ودعوه حلوه، وكل سنه وانتم طيبين والف هنا.